حلو يا مامز يا حلوين. اول حاجه الفيديو ده انا قبل ما اجي المانيا كنت اتمنى الاقي واحده عامله زيه والله العظيم، فربنا يخليني ليكم عامله لكم فيديو مهم بصراحه، فما تعدهوش كده بالساهل. اوكي، لايك وشير قبل ما ابدا لان الفيديو والله مهم. جمعت لكم في الفيديو ده كل الحاجات اللي هتحتاجيها والحاجات الكويسه ليكي وللبيبي من دي ام، المنتجات اللي انا استخدمتها لابني وليا، والحاجات اللي المفروض تشتروها في البدايه لو انتم مامز خلاص داخلين على ولاده. الحاجات دي انا كنت اتمنى زي ما بقول لكم الاقي فيديو يكون معمول لامم الحاجات دي، عشان خاطر انا في البدايه ما كنتش اعرفها، ما كنتش اعرف الماركات، ما كنتش اعرف اي حاجه خالص، فبالصدفه ومع التجارب عرفتها، فبالتالي حطيتهم لكم في فيديو واحد عشان المهم مرغيش كتير. اول حاجه الشامبو والدش اللي هي ماركه هيب، دي كنت في البدايه بستخدمها لابني، بس ابني بشرته حساسه زياده 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 عن اللزوم وجافه زياده عن اللزوم، يعني ابني حاله طبيه خاصه، فاضطريت استخدم له ده من الصيدليه. فانتوا اذا اولادكم بشرتهم حساسه قوي زي ابني وجافه جدا استخدموا لهم ده من الصيدليه، واذا عاديه استخدموا لهم هيب، اللي هو اصلا في المجمل منتجات هيب دي كلها كويسه في العادي يعني. وفي كمان ده غسول ايدين ووش، يعني للايدين والوش برضو من ماركه هيب، لطيف وشكله شكل بطايه كده كالبوزه حلو. في كريم حفاض بس ده مش لعلاج التسلخات، ده للوقايه من التسلخات. العلاج مش هتعرفوا تصرفوه اعتقد من غير روشته، يعني لان ابني لما جاله تسلخات اضطريت اروح للدكتور عشان يكتب له حاجه. كمان البادي لوشن ده من ماركه هيب برضو للاطفال، لو حاسين ان بشرتهم جافه جدا زي بشره ابني هتحتاجوا تجيبوا من الصيدليه، ده لطيف قوي وكان بيخلي البشرة مترطبة طول اليوم. لو عايزين تجيبوا برضو مرطب للوش هتلاقوا عندكم ده مرطب للوش لطيف برضو جدا، بس لو بشرة ولادكم جافة قوي زي ابني هتحتاجوا تجيبوا من الصيدلية ده، لاني طبعا انا استخدمت الحاجات اللي هي في دي ام دي. اوكي هي لطيفه وكويسه وكل حاجه بس للاطفال العاديين، لكن اللي بشرتهم شديده الجفاف او اللي عندها مشاكل لا مش هيظبط، يعني هتحتاجوا ان انتوا تستخدموا حاجه قويه جدا زي اللي انا بقوله لكم ده دول من الصيدليه وبدون روشته ولطاف يعني. وكمان الببرونه من البدايه لحد 6 شهور في ماركه اسمها مام، لطيفه جدا، عاملين النوع ده من الببرونات عشان خاطر يقلل المغص عند البيبي، مش يعني يقلل الانتفاخ، مش هيدخله اللي هو الهواء والجو ده، عشان مش هيعمل له راحه. تحفه من 6 شهور فيما فوق. ماركة نوك عاملة اللي هي البتاعة دي اللي شبه الكوباية، ممتازة، يعني ابني لحد دلوقتي هو داخل على 2 ما بيشربش غير فيها، بيحبها جدا بصراحة، لطيفة جدا. عندنا بقى فرشة لتغيير البيبي، البتاعة دي بتفرشوها، بصوا رحت جبتها لكم هي عشان خاطر تشوفوها وتفهموا بس الفكرة. بس كده تستخدميها وان يوز وبترميها، وسعرها رخيص جدا والطف بكتير من ان انت تجيبي واحده بس مثلا. انا كنت جايبه في البدايه واحده من على امازون اللي هي بتبقى استخدام متعدد وبفضل اعقمها واشيلها واخدها معايا في كل حته، مش الطف حاجه، وكانت فكرتها مش الطف حاجه، ما حبيتهاش بصراحه. فدي فكرتها الطف بكتير، بتستخدميها وترميها على طول في نفس اللحظه، فحاجه كويسه يعني. الباكت بيبقى فيه 10 قطع وسعره رخيص مش غالي. حاجه كمان علب حفظ الحليب، العلب دي بتحط فيها الحليب البودر في كل علبة على قد الببرونة بتاعة البيبي، وتحطيها في كل علبة على قد الببرونة بتاعة البيبي وتقفليها وتاخديها معاكي. وكمان الجهاز ده بتبقي حاطه بالليل مثلا الببرونه جنبك الميه عشان خاطر تفضل دافيه. الجهاز ده كنت ببقى موصلاه دايما بالكهرباء، وببقى عاملاه اللي هي ظبطاه على ان هو يفضل دافي، فبحط فيه الببرونه، لطيف جدا عشان يا حبيبه قلبي ما تضطريش تقومي تسخني ميه بالليل، هو بيفضل مسخن لك الميه لحد درجه الحراره اللي مطلوبه اللي انت عايزه تعملي بيها الببرونه. في عندك بقى التيتينا. التيتينا انا ابني استخدمت له نوك، في ناس بتقول ان فيليبس كويس، بس انا زي ما بقول لكم انا بقول لكم تجاربي الشخصيه مع ابني، ففي منتجات تانية ممكن تبقى كويسه اكتبوها انتوا في الكومنتات عادي لبعض، نساعد بعض يا مامز يا حلوين. اوكي. شفاط الانف جبت ده برضو لابني من دي ام، ده انا جربت كذا نوع، جربت اللي هو بيتعمل كده ده وجربت كذا نوع يعني، المهم ده كان افضلهم كلهم، افضلهم لان انت هتحتاجي شفاط الانف كتير في البدايه. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان الاطفال ده بيجي لهم حراره كتير في البدايه روحي، وممكن يتعبوا مننا كتير، بس فكره ان انت تحطي لهم ترمومتر تحت دراعهم مثلا او في توت حوار فاشل،
فاشل، مش هيظبط. العيل بيفضل يفرك كده ويعيط، مش بيظبط. فانا جبت ده من براون، كويس جدا. بتقيسي درجه الحراره عن طريق الاذن. انا شفت الدكتور كان بيستخدمه في العياده وجبته من عنده. هو غالي شويه، مش رخيص، بس في نفس الوقت عملي، هيعيش معاك على طول. الاطفال يا حبايبي بيتعبوا كتير. حاجات بقى الام. تعالوا للام. اول حاجه هتجيبي من وانتي حامل اويل عشان السيرش ماركس. حطيت لكم الصوره بتاعته اهي. هتحطوها شاطر الخطوط البيضاء ما تطلع لكمش، مش من الاخر لما تبدا تطلع. كتريني ورجعت لكم. المهم وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد الاويل. الاويل ده هتستخدميه من الحمل، من بدايه الحمل، مش في الاخر لما الخطوط بتطلع، ولا في الاخر لما الجلد بيتمدد. لا، انت بتستخدميه من البدايه كل يوم عشان خاطر الجلد يترطب، فبالتالي ما يطلع لكيش خطوط بيضاء بعد ما بتقومي بالسلامه يعني. وعندك الكريم ده هو دوش اويل برضو تستخدميه للدوش كده، بس ده بيخليه ان بيساعد ان بشرتك ما تجفش، فبالتالي ما يطلع لكش الخطوط برضو والجو ده. فدول هتستخدميهم من بدايه الحمل، وعادي تكملي بيهم بعد الحمل. يعني المفروض بتكملي بيهم بعد الحمل بفتره كمان، يعني في الفتره اللي الجلد فيها بيتمدد وبيرجع لطبيعته، الفتره دي كلها استخدمي الاتنين دول. كمان عندنا عصاير للرضاعه اللي هي الشتيلزافت. الشتيلزافت دي انا كنت مستهونه بيها، بس هي تحفه بصراحه. بس اللي هيجيب معاكي من الاخر كنصيحه يعني، في البدايه تجيبي بريستو من مصر. لو حد جايلكم من مصر تجيبوا بريستو، لان بريستو هو اللي بيجيب من الاخر خالص خالص. الشتيلزافت دي هتشربيها في العادي في النورمال طول الوقت، هتديكي باور وتديكي طاقه، وهتساعد برضو على ان هو يبقى فيه حليب كتير. اعشاب الرضاعه اللي هي شتلتي برضو، هي دي حطيت لكم صورتها، برضو بتساعد. فانت مش هتخسري حاجه، خلي ده مشروبك وده مشروبك. يعني لما تحبي تشربي عصير، هم حاطين على فكره العصير طعمه حلو، يعني عادي تعرفي تجيبيه في اي وقت، وفيه فوائد كتير جدا، مفيد جدا للامهات، مش حاجه مثلا تشربيها وانت متضرره. وعندنا بقى اللي هي الشتيل اينلاجن، اللي هي القطن ده اللي بيتحط على النبل عشان خاطر لو في حليب كتير مثلا او كده ما يبقاش على الهدوم. هتجيبي دي بتبقى زي قطن كده مدور ولطيفه جدا. في عندنا اتنين، واحده ماركه دي ام نفسها اللي هي دي، وفي ماركه تانية اللي هي دي. انا الاتنين كويسين عادي. هنا بقى ده المهم وده الجبار، وده لازم تبقي جايباه من قبل ما تروحي المستشفى، ده يروح مع قبل منك المستشفى. الكريم للنبلز عشان خاطر التشققات، والكريم ده عادي جدا امن ليكي وللبيبي. البيبي عادي ياكله، مش لازم ان انت تغسليه. فالكريم ده مهم جدا 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 برضو عشان خاطر ما تتألميش التعبي. وطبعا البث ما بعد الولاده دي صورتها برضو هتلاقوها في قسم الامهات، بس ملحوظه صغيره، دي مش بتكون موجوده في كل فروع دي ام، فمحتاجه تشوفي كذا فرع عشان خاطر تعرفي تلاقيها، لان هي طبعا مش يعني هتحتاجيها اكيد لازم. وبس والله كده كتاكيت قلبي وصلنا لحد هنا. انا لحد هنا مش فاكره بصراحه حاجه تانية مفيده، حاسه ان انا خلصت كله. بس لو عايزين انا كده كده هعمل بارت 2، بس مستلزمات الطفل تانية، حاجات تانية زي الشفاط مثلا، زي المعقم بتاع الببرونات، الحاجات السرير، الحاجات اللي هي الكبيره دي. بس انتوا لو عايزين تعرفوا اي حاجه حتى في يعني انا ما قلتهاش في دي ام مثلا او كده، اكتبوها لي برضو في الكومنتات. وبس والله كتاكيت قلبي. باي باي.